نروح بقى لحاجة تانية، إمام عاشور. إمم. انتقال إمام عاشور للأهلي شُفته إزاي يا كابتن؟ شُفته شُفت إن هو الزمالك كان في خدمة وجوه، الزمالك جاب لعيب ب3، 4 مليون جنيه وباعه ب90 مليون جنيه، الدايرة بتاعته خلصت. النهارده عشان يرجع لك ب3.5 مليون دولار وأنت بايعه ب3 مليون دولار وهو رايح 6 راح لعب هناك 6 شهور وفشل، ما عرفش يتأقلم. فعُرف الكورة ده مش موجود. أنت لمّا تبيع لعيب ب3 مليون برقم وبعد كده يفشل وتروح تجيبه بفلوس أكتر، طبيعي إن وهو ده اللي أنا كنت اتكلمت فيه، إن حتى لو كان الزمالك القيد عنده مفتوح، الزمالك لا يمكن كان هيدفع في إمام عاشور 3.5 مليون دولار. طب شايف مستواه مع الأهلي زي مستواه مع الزمالك؟ أنا شايف إن هو كويس، إمام كويس. أسلوب لعب الأهلي مقيده شوية، يعني هو كان واخد حرية أكبر في الزمالك. أسلوب لعب الزمالك كان مدّي له حرية أكبر، ولكن رغم اختلاف أسلوب اللعب هو ما زال في رأيي أحسن لعيب نمرة 8 في مصر. الأداء والاستخلاص الكورة وذكائه في تحركاته والتسديد على المرمى وإحراز أهداف وتنوع في إحراز الأهداف. إمام عاشور لعيب كويس جدًا، ولو فضل ماشي على نفس المستوى ده هيبقى واحد من اللعيبة اللي هيصنعوا تاريخ كبير مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي. إزاي يا كابتن فكرة إن لعيب زملكاوي وكان زملكاوي جدًا يبقى فجأة أهلاوي كده بالتحول الغريب ده؟ يعني إحنا شُفناك في برنامج في رمضان، يعني قُلت له: "أنت زملكاوي." وهو كان بيرد عليك يقول لك: "لأ أنا أهلاوي." طيب إمام وأنت عاشور عارف إن هو إمام زملكاوي. عاشور زملكاوي صميم وما زال زملكاوي صميم. إمام عاشور على تواصل دائم بلعيبة الزمالك. إمام عاشور قبل ماتش نهائي الكونفدرالية كان بيكلم شيكابالا في أوضة اللبس، بيتمنى له التوفيق بيقول له إن شاء الله هتكسبوا. مفاجأة كده. أنا باقول لك حاجة إمام عاشور زملكاوي كبير وياما لعيبة مشيت من الزمالك وراحت الأهلي والعكس واحتفظوا بهويتهم أو النادي اللي بيشجعوه. آآ مش معنى إن هو زملكاوي إن هو ما ينفعش يلعب في الأهلي، لكن إمام عاشور يعني زملكاوي و وصعب جدًا، صعب جدًا إن أنت تلعب في الزمالك والأهلي وما تحبش الزمالك أكتر. شُفنا كابتن رضا عبد العال، لا، رضا لأ، عبد العال لا مش بيعشق لا، جمهور لأ، مش الزمالك كده. لحد بُص، دلوقتي. صعب تخش الزمالك وتخش الأهلي وما تحبش الزمالك أكتر. إحنا نادي genuine، نادي على بيعمل مجهود كبير. إحنا في لايف ما تخلّينيش إيه، راجل محترم ما تخلّينيش أغلط فيك. يا راجل حرام عليك. الحاج عامر حسين واحد من الأسباب الرئيسية اللي أدّت إن حالنا في الكورة اتدهور في مصر. للأسف يعني طريقة إدارته للأمور وعدم اقتناعه بفكرة إن هو يجيب ناس تساعده. على فكرة أنا جيت في وقت من الأوقات لمّا خلاص لقيت إن الحاج عامر حسين خلاص بقى أمر واقع مش هيمشي، فقُلت لهم ماشي ما فيش مشكلة أنا ما فيش حاجة ما بيني لكن نجيب بقى 3، 4 شباب updated باللي بيحصل في العالم ويدّوا له وبتاع. هو رافض يشتغل مع حد ورافض يسمع مع حد. رحيله واجب. رحيل الحاج عامر حسين عن المشهد تمامًا واجب على الجميع. واجب عليه هو. أنا مش مصدق إن عامر حسين لغاية دلوقتي ما استقالش. بكل الهجوم ده جلده تخين قوي مش طبيعي. لا يمكن يكون بني ادم مع احترامي الكبير ليه مصر كلها بتقول لك لازم تمشي وانت ما قاعد حاطط رجل على رجل ماليش دعوه ولا كانك سامع حاجه في الاخر انت هتمشي بالعافيه. اوعوا تفتكروا يا جماعه ان في حد من الناس دي هيقعد مش تبقوا فاهمين بس. مفيش حد هيقبل. والناس دي لو جت اشتغلت مع اي حد مع اي مجلس هيشموه. يعني هيشموه خلاص. انت النهارده فين المجلس النهارده اللي هيجي يقول لك انا متمسك بعامر حسين؟ يبقى هو راجل متمسك بالفشل لان الناس دي فشلت. فراح لهم كده كده جاي. ففي وقت من الاوقات ان انت تقول شكرا وان تخرج من الباب الكبير. نصيحتي للحاج عامر حسين استقيل بجد استقيل لان خلاص